السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفاكي يا اللي قاعدة متكلفتة في البطانية انت وهي. يلا سيبك من الكسل وقومي معايا بقى علشان نعمل احلى حفلة مارشميلو لولادنا. هتعملي الحفلة الجامدة دي بكوبايتين سكر وكوباية مية. ولادك هيفرحوا وهيبسطوا وهيزقططوا. يلا بينا، لا بتاخد وقت ولا مجهود ولا تكلفة، ومش هتشتريها تاني من بره. في 10 دقايق بتكوني لما الدنيا وعاملة الجمال والقمر ده. يلا بينا بقى نشوف عملنا الحلويات دي ازاي. اول حاجة هتجيبي عندك طاسة ناشفة كده حلوة، وهتحطي فيها كوبايتين من السكر وكمان كوباية من المي. وهتجيبي عندك كده عسل الجلوكوز ده اللي موجود عندنا بقى إيه تقريبا في كل بيت برضو، يا اما بتشتريه، ما بيبقاش البرطمان غالي خالص، بتاخدي بس منه كده نص كوباية من العسل الجلوكوز. بعد كده بتديهم تقليبة مع بعضهم كده وبتسيبيهم على النار. بعد كده عندي 4 معالق كبار من الجيلاتين، وهتحطي عليهم كده ربع كوباية من المية الدافية. طبعا الخليط بتاعنا اللي انا حطيته على النار ده يا دوبك يسخن، هيغلي معايا ويقلب يا دوبك هما دقيقتين بس، وهطفي عليه. طبعا انا بقلب الجيلاتين ده وبسيبه على جنب كده، وبروح اشوف ايه الخليط بتاعي. دقيقتين غليان واطفي عليه يا جماعه. بعد كده باخده وهو سخن كده، وعليكي في المضرب الكهربائي، لازم مضرب كهربائي يا جماعه. بتحطيها بقى في بولة او في البولة بتاعة المضرب وهو سخن كده، وتحطي عليه الجيلاتين بتاعك، وتفضلي بقى تضربي فيه كده لغاية ما بيكون معاكي بقى ابيض وتقيل كده، وبتختبريه كده بالشكل ده. حطيه كده ما بين صوابعك، لو لقيتيه بياخد ويدي كده ويمط يبقى كده تمام. بتحطيه بقى في كيس كده، في بول يعني اي علبة عندك هتحطي فيها كيس، تدهني دهنة خفيفة او من الزيت. وبعد كده بتحطي فيه الابيض، حابة تشكلي يا ست الكل بتعملي نص ابيض ونص الوان، الالوان اللي تحبيها. وبعد كده بتحطيهم فوق بعض، بتسيبيهم بس يريحوا كده ساعة في التلاجة ولا حاجة. وبعد كده بقى بتاخدي عندك احلى مارشميلو بيكون جاهز معاكي. بتبدأي تقطعيه التقطيعة اللي تحبيها، بس يفضل بقى يكون جنبك كده شوية نشا، بحيث لو لزق معاكي بيلزق شوية بس في التقطيع. بتحطي بس رشة كده وانتي شغالة في التقطيع، بتقطعي بقى اي تقطيعة بتحبيها. عايزة اقول لكم بس عن تجربة يا جماعة، كل ما تهدي اللون للمارشميلو كل ما بيكون احلى. يعني ما تقليش اللون عشان هيلزق كده معاكي ومش هيبقى لطيف وهيدي طعم مش تمام. فلو هتحطي لون حطي لون خفيف، يعني هادي خالص، يا دوب ذره كده من اللون. يعني انا عاملاه زي ما انتوا شايفين كده، مش غامق قوي، اللي هو الحمار، اللون الاحمر ده يا دوبك حطيت نسمة كده من اللون الاحمر علشان ما يبقاش قافل معايا قوي. وهتقطعها بقى التقطيعة اللي تحبيها زي ما انت شايفة كده، وهتشوفي بقى الجمال والمطة والحلاوة. بصي بقى، اللهم بارك، ولادك هيخطفوه منك وانت لسه بتقطعيه. بيمط معاكي بقى ومديكي طعم خطير خطير. غير الكمية بقى زي ما قلتلك كده، من كوباية المية وكوبايتين السكر ومعلقتين الجيلاتين وشوية عسل جلوكوز. عيشي بقى انت وولادك، زقططوا، اعملوا حفلة بقى بالشوية دول، بجد ايدي كمية كبيرة جدا وما خدش منك وقت ابدا. لو عايز حابه تعمليها ابيض بس تمام، اعمليها ابيض بس ما تحطيش اي الوان، هيبقى جميل برضو. بس عايزه اديكي بس معلومه، وانتي بتفضيه فضيه على طول، يعني خلصيه اختبريه فضيه على طول. لو سبتيه في البوله معاكي شويه بتبصي تلاقيه مسك وقفش ومش هتعرفي تفضيه، او مش هيبقى مخرفش معاكي كده. فخلصيه وفضيه على طول، ما تستنيش عليه علشان ما يمسكش منك. بس كده، ده كان الفيديو معاكم النهارده، بسيط وسهل وسريع ومش مكلف خالص، وهتتبسطي بيه اوي انتي وولادك. وانتي قاعده بالليل كده في الحفله بتاعت بالليل ديت، وانتي قاعده متكلفتين، اعملي شويه كده وازازوهم مع بعض، هتتبسطوا قوي. ده كان الفيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم، وباذن الله اشوفكم في فيديو تاني جديد، والسلام عليكم.